بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم متابعيني؟ معاكم نجاة عفيفي. هعمل كيكة تفاح وهكتب المقادير تحت الفيديو بإذن الله. سهلة وجميلة جدا. أثناء ما بنعمل الكيكة وبتتفرجوا عليها هحكي حكاية جميلة قوي عن الشيخ فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. هو قضى أكثر من 20 عاما إماما لمسجد بإحد دول الخليج، وقرر بعدها العودة إلى قريته المصرية البسيطة. اشترى قطعة أرض ليبني عليها مسجد لأهل القرية بما أفاض الله عليه من مال. بدأ العمال في بناء المسجد، وبينما كان هو يشاركهم في الإشراف على البناء أحس بالتعب وتلطخ جلبابه ببعض الغبار والبوية، فجلس على الرصيف المقابل للمسجد واضعا رأسه بين يديه ليستريح قليلا. ومرت به امرأة عجوز وضعت في يده جنيها. رفع رأسه مذهولا فرآها سيدة في 60 من عمرها، بالية الثوب، رسمت سنوات الفقر على ملامحها علامات واضحة وعميقة. ناداها بسرعة: ايه ده يا حاجة؟ ليخبرها انه لا يتسول وانه. بادرته المرأة العجوز معتذرة: والله يا ابني الجنيه ده هو كل اللي معايا، كنت هركب بيه اروح، سامحني يا ابني يلا. هي ظنت انه بيستقل الجنيه وبتعتذر له لانها لم تعطيه اكثر. لم يستطيع الكلام، فنادى على السائق بتاعه وامره ان يصطحب هذه السيدة العجوز الى بيتها ويأتيه بتفاصيل حياتها كاملة. رجع السائق إليه بما رآه. إنها امرأة أرملة لديها 4 بنات، تزوجت إحداهن وماتت هي وزوجها في حادث، وتركت لها 4 أطفال، فصارت الأسرة 7 أفراد. وبتخرج هذه المرأة العجوز هي للعمل من أجل النفقة عليهن. بينما كان الشيخ يفكر في كيفية مساعدة هذه المرأة ماليا، إذا باتصال هاتفي من أحد الأمراء الذي كان يصلي خلفه في الدول الخليجية، في الدولة الخليجية اللي كان بيعمل فيها. فبيكلم: مرحبا سمو الأمير. قال الأمير للشيخ: حان وقت إخراج زكاة المال أنا وإخواتي، فهل لديك في بلدك فقراء تعرفهم؟ دارت رأس الشيخ من هول المفاجأة، وعلى الفور قص على الأمير قصة صاحبة الجنيه. ما إن انتهى الشيخ من مكالمة الأمير حتى قال له: اشتري قطعة أرض كبيرة وابني لها ولبناتها وحفيدتها بيت كبير، ووضع لها رصيد في البنك تنفق منه طول عمرها وتزوج أولادها وأحفادها. سبحان الله، هي دفعت كل ما تملك لله، الجنيه يعني. أراد الله أن يجعل ثمرة نيتها الطيبة إيه بقى؟ البيت كبير ليها وستر أعظم منه سبحانه لها ولذريتها من بعدها. السر في ده كله هو إخلاص النية لله وحده. خلصت قصة الشيخ متولي الشعراوي، وأوشكت على الانتهاء من عمل كيكة التفاح بالكراميل. سهلة وبسيطة، مقاديرها تحت الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة دعما لنا، واترككم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة. كنتم مع فاميلي اوكا فاميلي 1 او اوكا فاميلي 2 نجاة عفيفي. مع السلامة.